ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد، لا هو روتين ولا هو مأكولات ولا هو اي حاجة خالص. فيديو النهاردة اشتريتها عجبتني قوي للمطبخ، فرحت قلت لازم اصورها لكم. بما انها رخيصة جدا، المصفاية دي ب10 جنيه، والطبق ده ب10 جنيه، والطبق الموفي اللي هيخرج ده ب10 جنيه. ايه ده؟ دي حاجة فظيعة. الماتيريال بتاعهم عاجبني قوي. مش معقول الماتيريال ده ب10 جنيه. بصوا بقولكم، ده طبق فيه مصفاية، ودي مش كسر يا بنات، ده هي رسمة فيها. يعني ممكن نغسل الخضار والفاكهة ونصفيها وهي في الطبق. جميل، عجبني قوي. بصوا بقى بولات الايس كريم دي، البولة بالمعلقة بتاعتها ب2 جنيه ونص. يا ايه ده؟ فين الاسعار دي من زمان؟ يعني الاربعة ب10 جنيه. بذمتكم مش حاجة تحفة؟ بصوا الجمال. احنا مش في الصيف، بس انا جبتهم نخليهم للصيف، هنعمل ايس كريم. عجبوني قوي. بصوا ديًا برضو ماتيريال عالي، خامتها نضيفة قوي. الواحدة ب2 جنيه. ايه الجمال ده؟ الخمسة ب10 جنيه. بذمتكم شفتوا أسعار كده قبل كده؟ شكلها أيام زمان هترجع يا بنات، ونرجع نتدلع ونجيب الحاجات الحلوة دي. بس بصوا بقولكم ايه، 5 يعني 5 وحدات مش قليل ب10 جنيه. جميلة. دي شرشوبة ب10 جنيه، ماشي سعرها معقول، حلوة. يعني هي عادة بنجيبها ب12 ونص، ب15، ما فرقتش كتير يعني. دي مصفاية برضو ب10 جنيه. عطر الياسمين ده بخور يا بنات. بصوا مليانة قد ايه. وجربت واحدة منها، ياه، جميلة جدا، وبرضو ب10 جنيه. فيها كام عود يا توتة؟ فيها 20 عود. عارفين يا بنات يعني ايه 20 عود؟ يعني العود بنص جنيه. بصوا مليانة قد ايه. وهخرج لكم واحد علشان تشوفوا ان هو يعني، بصوا ان هي فعلا فيها 20 عود. وريحتها جبارة جميلة، عطرت ريحة الشقة كلها. يعني عود واحد عطر لي الشقة كلها. المراية دي ماشي سعرها حلو، 10 جنيه، يعني ما بهرتنيش، بس جبتها علشان كنت محتاجاها. بصوا هنا بوريكم البوكسرات بتاعت فرفر. برضو الواحد ب10 جنيه. الخامة بتاعته جميلة جدا. أول ما خرجتهم راح لي يا ماما عيب، قلت له لا يا حبيبي مش عيب. هيجي دلوقتي. بصي يا بنات، البلانشة دي فاكرينها اللي كنت بستخدمها معاكم في أول الروتينات، لما قلت لكم إنها اتكسرت وزعلت عليها. لقيت زيها بالظبط ب10 جنيه. يا سلام، يا لقطتها. ده بقى ورق زبدة فيها مش عارفة، تقريبا 5 فروخ، اللي هو 5 فرخ 30 في 40 ب10 جنيه. يعني الواحد ب2 جنيه. يا بلاش. الكوباية دي فيها مكان للشاليمو من فوق، جبتها الفرفر طبعا عشان هو بيحب يعمل اندومي في الكوبايات، فانا جبتها له، او يشرب فيها عصير، يشرب فيها اللبن بتاعه، فهتبقى ايه، حلوة قوي. وبرده الماتيريال بتاعها عالي. بكام؟ ب10 جنيه. دي بقى فوة المطبخ، خامتها نظيفة جدا، عجبتني أوي الخامة بتاعتها. من كتر ما هي عجبتني جبت منها 2، التلاتة ب10 جنيه. بصوا بقى فرفر جه بقى ينكش لنا بقى في الحاجة بصوا اهو جبت ايه، جبت واحدة تانية لاني عجبتني قوي. دي بقى الفوطة اللي بنشف فيها الايد، يعني بما اني انا طول ما انا واقفة في المطبخ دايما بروح اغسل ايدي، عملت اي حاجة بروح اغسل ايدي، فتبقى جنبي انشف فيها جنبي. دي كان عندي واحدة منها برضو، ما بهرنيش السعر، بس جبتها لاني كان عندي واحدة وضاعت. اللي هي بنبشر بيها يا بنات، المبشرة الصغيرة اللي بنبشر بيها لو فص توم واحد او بلحة جوزة الطيب. ودي طبعا الأكواب المعيارية كنت محتاجاها فجبتها. الخمسة يا بنات ب10 جنيه. هما 6 ولا 5؟ هما 6. واللي هي الخلة الصغيرة دي أنا جبتها عشان بقفل بيها بطن الفرخة أو الحمامة أو أي طير. دي بقى اللي هي القشورة. أنا كنت عايزة أعرف هي بتتفتح إزاي، مش عارفة، بس هي طلعت مش بتتفتح، هي طلعت بتتلف أهو. بصوا جدعة يا بنتي يا توتة، جدعة. إيه ده؟ أنت ما كنتيش عارفة بتتفتح إزاي؟ كنت فاكرة بتتفتح عشان نلف السلاح، بس هي طلعت بتلف وهي مقفولة. حلوة قوي، ب10 جنيه برضو.
دي بقى يا بنات انا عندي واحده جايه مع البوتاجاز، بس انا جبت دي احتياطيه، اللي هي بتتحط على العين الصغيره لما نعمل القهوه، ب10 جنيه. واعواد الشيش طاووق دي ب10 جنيه، حلوه قوي. الشهر اللي فات انا كنت مشترياها ب17 جنيه، يعني فيها توفير 7 جنيه يا بنات. بصوا هنا بقول لي فرفر عيب كده يا بابا بقى، اوعى يا ماما عايزه اتصور. دي القطاعه يا بنات اللي بتطلع البطاطس واللفت بقى والحاجات دي مشرشره. بس تعالوا نكمل باقي الحاجه. الصوفه ماشي، جبتها برضو لاني كنت محتاجاها في البيت ب10 جنيه برضو يا بنات. النهارده يوم ال10 جنيه. بصوا بقى، بصوا بقى الملاحات اللي بتبقى على السفره جميله، يا اما بيتحط فيها صوصات، يا اما كاتشب، يا اما مايونيز، يا اما الشطه والكمون. بصوا اما حضنتها بايدي بقول لكم حبيت، يعني حبيتها قوي. ماتريال عالي جدا، انا مش عارفه ازاي الحاجه دي ب10 جنيه يا بنات بجد. دي بقى 5 لفات من اللي هي السلك الألمونيا، يعني الواحدة ب2 جنيه، جميلة جدا. دي بقى عذبتني على بال ما فتحتها عشان اوريها لكم، بس فتحتها دي يا بنات بتاعت كعب الرجل. ما هو احنا لازم نشوف نفسينا. ايوه امال ايه طبعا. احنا ستات بيوت بنتعب وبيطلع عينينا في البيت، بس برضو لابد من ان احنا ندي لنفسينا ساعة كده في اخر اليوم نروق فيها بقى على نفسنا. بصوا فيها فرشة وفيها صنفرة، ودي اللي بتشيل الجلد الميت يا بنات، او هي الصنفرة. وفيها الحجر الخفيف بقى اللي هو بتاع جدودنا القديم ده. بصوا الله جميل، مش خشن قوي بس جميل. هنا فيلو بيقول لي ماما اعملي لي زيك فاكرها بتاعت ايد، ما يعرفش انها بتاعت رجلين. بس يا بنات الشنطة دي بقى ليا. انتوا عارفين ان انا بحب ارفع شعري دي الحصان كتير، فكنت لازم التوك دي. بصوا الستة ب4 جنيه، وحلوة مش وحشة، يعني اللي هي خامتها حلوة. تمام يا بنات. بوسع طبعا الورق دون عشان اعرف اصور لكم يعني. وداني التلاتة ب2 جنيه. جبت الوان مختلفة عشان كل ترنج يبقى معاه التوكة بتاعته. الابيض واسود دين الاربعة ب2 جنيه، يعني الواحدة بنص جنيه. انتوا متخيلين احنا كنا فين الاسعار دي زمان؟ ثواني يا حبيبي. بصوا دي بقى ب10 جنيه. ماشي يا حبيبي. وبرده كانت جميلة قوي، عجبتني قوي. الدواء بقى عشان لما اعمل ده ب5 جنيه، لا ب4 جنيه. ب4 جنيه يا بنات عشان لما اعمل الضفيرة يبقى من تحت، فاهمين انتوا؟ دي ب2 جنيه. بصوا الاسعار، يعني الحاجة مكتوب عليها اسعارها. برطمان التوك الصغننة دي اللي بنعمل بيها حاجات حلوة كده في شعرنا ب2 جنيه. بكام؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه يا بنات. مليان، شايفين مليان قد ايه؟ والوان بقى كتير، الوانات الوانات. الميدالية دي كانت عجباني قوي. بصوا جميلة كده وتقيلة، بصوا وزنها تقيل. جبتها ب15 جنيه، بس تستاهلها بأمانة، تستاهل 15 جنيه. بصوا تقيلة. أنا قصدي أعمل الحركة دي عشان أقولكوا تقيلة، يعني حلوة. التوكة دي جبتها ب10 جنيه، حلوة قوي عشان لما أعمل كعكة عالية أنا أحطها تحت الكعكية، تحت الكعكة كده الكعكية بتدي منظر حلو يا بنات. البروش ده أول ما شفته لقطته، حلو قوي. يمكن مش باين قوي في التصوير بس هو جميل يا بنات. انا قربت لكم من الكاميرا عشان يبان، بس هو بجد جميل. جبته ب15 جنيه. بصوا حلو قوي اهو، 15 جنيه. فاكره سعره لاني برضو ابهرني سعره بصراحه. والتوك الجميله دي انا جبتها ب4 جنيه. بس لو عجبتكم مشترياتي تضغطوا لايك للفيديو دون، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.